في إجابة محتاجين تسمعوها مني. هو الأستاذ محمد كان بيقول إيه الرسالة اللي إحنا ممكن نوجهها للاتحاد الأوروبي ونوجهها كمان للداخل المصري. أنا هبدأ بالاتحاد الأوروبي الأول، وهقول إيه؟ هقول إن مصر بتستعيد عافيتها وقوتها وبتعود مرة أخرى إلى مكانتها في المنطقة. بقول إن مصر بتقوم بإجراءات سياسية واقتصادية وأمنية تدلل على ذلك. السياسية احنا خريطة الطريق لاستعادة مؤسسات الدولة بدءا من الدستور، وتعمل بمنتهى القوة وبمنتهى النجاح. انتخابات رئاسية بمنتهى الشفافية والحضور المصريين بتواجدهم أثناء الاستفتاء. ثم إن شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة قبل نهاية السنة دي هنكون كمان بقى لدينا كمان برلمان، وبكده تبقى مؤسسات الدولة موجودة كلها بالكامل. الإجراءات الاقتصادية كل الشعب المصري رغم قسوة الإجراءات اللي تم اتخاذها خلال الأسابيع اللي فاتت، إلا أن الشعب المصري تحمل وتماسك وتجاوب، وإن شاء الله احنا بنتحرك للأمام واقتصادنا هيتحسن بشكل إن شاء الله كويس. حاضر. الإجراءات الأمنية احنا بنحاول نعمل إجراءات أمنية بمعادلة توازن بين الإجراءات الأمنية وبين حقوق الإنسان. والنقطة ديت ممكن قوي تبقى يسمعها الداخل والخارج. لو عايزين تعرفوا ايه اللي تحقق لمصر ومصر نجت من ايه، بمنتهى التجرد والوضوح بصوا حوالين منكم يا مصريين، وبقول للأوروبيين كمان بصوا شوفوا الموقف في ليبيا عامل ازاي، شوفوا الموقف في العراق عامل ازاي، شوفوا بقية الدول عاملة ازاي. ده مصر ربنا سبحانه وتعالى أراد إنها ما تقعش في ده. حاضر. بقول للمصريين تاني كمان لازم تكونوا عندكم ثقة في إن القادم أفضل، والاستقرار مزيد من الاستقرار، والأمان مزيد من الأمان مع سيادة القانون. بقول مع سيادة القانون لأن احنا بنتكلم على دولة بتحترم شعبها وبتحترم نفسها وبتحترم مؤسساتها. النقطة دي بقولها للمصريين وبقولها للأوروبيين. بس للأوروبيين بقول لهم حاجة كمان، من فضلكم لا تنظروا إلينا بعيون أوروبية فقط، انظروا إلينا بعيون مصرية كمان عشان تقدروا تقدروا الموقف وما يدور في مصر.